هو ربنا أمر بالقتل في القرآن؟ سؤال اتقال لي النهاردة. كومنت بيقول لي بتقول لي أو بيقول لي أنا ما ركزتش بصراحة، هي واحدة ولا واحد. ليه ربنا أمر بالقتل في القرآن؟ أنا هرد في الفيديو ده، وسامحوني أنا تعبانة جدا، راجعة من المكتب تعبانة جدا لأن كان عندي ضغط شغل النهاردة، ف يعني استحملوني لو أنا مش قادرة أتكلم. وطبعا مش هقولكوا، مش هوصيكوا شير كتير للفيديو ده بالذات ولايكات كتير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ربنا لما أمر بالقتال في القرآن كان دفاع لرد على عدوان. يعني ربنا ما أمرناش إن احنا نعتدي على حد عايش في سلام. القتال في الأصل في الإسلام دفاعي، يعني أنا بدافع عن نفسي. قاتلوا مش اقتلوا، قاتلوا يعني دافعوا عن نفسيكوا، اللي يجي يتهجم عليكوا دافعوا عن نفسيكوا. الإسلام دين رحمة وسلام، بس مش ضعف. الإسلام دين رحمة وسلام ولكن مش ضعف. يعني مش هسمح لحد يجي يموتني وانا قاعدة كده بتفرج عليه، لا اكيد، يعني هدافع عن نفسي. وكمان حذرنا من ان احنا نعتدي على حد بزيادة، وده انا عايزاه يبقى منهج في حياتنا. ابني الكبير كان بيلعب كونغ فو، وكان اللهم بارك شاطر جدا والكباتن بتحبه قوي. كنت دايما بقوله انت بتلعب، لو حسيت ان اللي قدامك ضعيف اوعى تيجي عليه بزيادة، العب واكسب، بس لو لقيت اللي قدامك ضعيف وقف. لو حسيت ان اللي قدامك في حاجة موجوع من حاجة وقف، ما تجيش عليه بزيادة، لان ده امرنا بيه الدين. ده بقى حلاوة الاسلام، شفتوا بقى. الحقيقة اللي الناس كتير قوي ما بتعرفهاش وما بتدورش عليها، ان الاسلام دين سماحة مش قتال خالص. ولما اتذكر القتال اتذكر للدفاع. وانا لا بهاجم حد ولا انا بشرح، بس حقيقة غايبة عن ناس كتير قوي وبتتقال كتير قوي وهم مش فاهمين. هم ما قروش الآية على بعضيها، هم خدوا اولها ولا تقربوا الصلاة وسكت، لكن ما كملش. انا بحترم جدا اللي بيسأل على فكرة عشان يفهم. السؤال مش غلط، السؤال مش عيب. الغلط اننا نحكم على حاجة من غير ما نفهمها، من غير ما ندور وراها. انا لا هتخانق مع حد ولا هقوله انت بتسأل ليه، لا انا هرد من خلال اللي انا اتعلمته في الدين اللي انا اخترته. الدفاع عن النفس في وقت الحرب، اعتقد ان كلنا سواء بقى مسيحي مسلم يهودي، بيعبد البقر بيعبد النار بيعبد رجل الكنبة اكيد يعني ان اي حد داخل عليه يتهجم عليه هيدافع عن نفسه. ده الطبيعي، يعني ده الطبيعي. والايات اللي اتقالت عن موضوع القتال ده، يعني سامحوني انا نطقي لسه مش صحيح قوي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يعني حارب اللي جاي يعتدي عليك، اللي جاي يضربك، ولو لقيته ضعيف وقف. ولا تعتدوا، يعني لو هو خلاص رفع الراية البيضاء او سلم، هو جاي يعتدي عليا، جاي يضربني لاني قوية،
فخلاص رفع الراية البيضاء، اوقف. ما لاقيش هو ضعيف مثلا ولا سلاحه اتكسر ولا بتاع ولا واجي، لا، هو ده بقى الاسلام. دافع عن نفسك، بس لو لقيت اللي قدامك ضعيف وقف ولا تعتدوا. وربنا قال كمان اللي هو ايه، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يعني اللي بيفتري ده ربنا ما يحبهوش. شفتوا الاسلام بقى وحلاوة الاسلام؟ اللي بيعتدي وبيفتري ده واللي قدامه خلاص سلم، ربنا ما يحبهوش. يعني في حدود، مفيش ظلم، مفيش أذية للناس، مفيش أذية للناس ملهاش دعوة، مفيش أذية للضعيف، الطفل، النساء، الشيخ، المحافظة على الحاجات الموجودة في البلد، ما نهدهاش، ما نطربقهاش على دماغ اللي فيها. الشجرة ما نجيش جنبها، تتخيلين الشجرة اللي مش هتقول أي. فالإسلام دين رحمة، عدل، تسامح. بس هي كده زي ما قلت لكم كده، في ناس بتاخد اول آية وتسيب باقي الآية ويترجموا بقى على مزاجهم يعني. في الآخر مش منطقي ان احنا نحكم على دين كامل من آية ويا ريتنا خدناها كلها، ده احنا خدنا اولها بقى، اول كلمة فيها بس. وما فهمناش هي نزلت في فين ولا ليه، ولا كان سياق الكلام ايه، يعني الايات ايه، او سياق الموقف ايه. لا، انا اخدت الجملة وعملت الفيلم اللي انا عايزة اعمله. غير بقى ايات القتال، الاسلام في حد ذاته دين رحمة في التعامل مع كل حاجة، رحمة مع حتى غير المسلمين، وعدل مع الكل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قدوة في الرحمة مش في الأذى. وفي الآخر اللي عايز يصدق كلامي ويروح يدور يشوف الآيات دي نزلت في إيه وليه و... ونفهم كلمة قاتله غير اقتله يعني. ونفهم، على فكرة الكومنت ده اتكتب في فيديو من الفيديوهات، ان في فرق ما بين قاتله واقتله. قاتله يعني دافع عن نفسك، دافع عن نفسك للي جاي يأذيك. بلاش نفهم غلط، بلاش ناخد الكلام ونسيب باقيه. ويا رب أكون وصلت المعلومة ببساطة، يا رب تكوني فهمتي، ويا رب يكون كلامي وصلك. انا مش عارفه هو اللي ساب الكومنت كان راجل ولا ست، بس يا رب اكون يعني فهمتك الاجابه. ولو فهمت اكتب لي فهمت. لو فهمت اكتب لي فهمت. دي حلاوه الاسلام. بعتذر ليكم جدا ان انا تعبانه قوي النهارده، وحقيقي مش قادره اطول في الفيديو اكتر من كده. هحاول ان انا بدل ما بصور كل يوم، لو اخدت اجازة الجمعة، لان انا ساعات بنزل الشغل الجمعة، لو اخدت اجازة الجمعة هصور الجمعة كام فيديو كده ننزلهم، يعني كام فيديو ينزلوا على مدار الاسبوع، لان انا فعلا ساعات برجع من المكتب تعبانة جدا مش قادرة اصور. وحاسة انا عايزة يعني اقول لكم ان انا حاسه ان المشاهدات قلت كتير في اليومين اللي فاتوا، ومش عارفه هل ده بسبب بعض القنوات اللي بتهاجم ولا ايه، بس حاسه ان المشاهدات قلت. فيا ريت تساعدوني في ان الفيديوهات تتشير عشان المشاهدات تعلى شويه. اشوفكم على خير. اللهم اهدنا فيمن هديت،